بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. إن شاء الله رب العالمين النهارده كده هنقول نبذة صغيرة عن الشيك. من المتعارف عليه قانونا إن الشيك أداة وفاة، وإن الشيك منزه عن أسبابه. يعني إيه الشيك منزه عن أسبابه؟ يعني ليس لأسباب إصدار الشيك اعتبار في العقاب الجنائي في جنحة إصدار شيك بدون رصيد. الكلام ده إلى أن صدر حكم محكمة النقض رقم 261 لسنة 85 قضائيا. لأن الحكم ده عمل إيه؟ الحكم ده خالف هذا المعتقد تماما، وقال رسخ لمبدأ جديد إن ممكن الشيك يكون أداة ضمان وليس أداة وفاة، وعمل اعتبار وأهمية كبرى لأسباب إصدار الشيك. يعني لو الشيك كان سبب إصداره لضمان علاقة مدنية فكده الشيك يخرج من نطاق التجريم الجنائي، أو كان ضمان لتنفيذ عمل معين. فالمحكمة هنا رسخت لثلاث مبادئ مهمين. قالت إيه؟ قالت إن الأصل إن الشيك أداة وفاة، لكن يمكن إثبات العكس. ممكن إثبات إن الشيك كان أداة ضمان لمعاملة مدنية، واللي عليه عبء إثبات عكس الأصل إن هو أداة وفاة هو من يدعي خلاف الأصل. يعني إيه؟ يعني اللي يدعي إن الشيك ده كان سبب إصداره علاقة مدنية هو اللي عليه يثبت الكلام ده. ده أول مبدأ. تاني مبدأ، قالت إن المحكمة ملزمة بإجابة الخصم. لازم محكمة الموضوع اللي بتبحث جنحة إصدار شيك بدون رصيد تبحث أو تستجيب للخصم وتمكنه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بأي وسيلة كانت من وسائل الإثبات. شرط الكلام ده إيه؟ إن يكون دفاع الخصم منتج فعلا في النزاع، ويكون وليس في أوراق الدعوة أو وقائعها ما يستطيع معه المحكمة بناء عقيدة صحيحة. ده تاني مبدأ. تالت مبدأ، إن الخصم لو تمسك قدام المحكمة إن الشيك محل التداعي كان لضمان معاملات، ده دفاع جوهري، ولازم المحكمة تستجيب له في طلبه لإحالة الدعوة للتحقيق لإثبات أو نفي دفاعه، لأن ده دفاع يترتب عليه إما خضوع جنحة الشيك للعقاب الجنائي أو خروج الشيك من نطاق العقاب الجنائي. وإن شاء الله رب العالمين لنا إن شاء الله رب العالمين حلقات تانية، وأشوفكم على خير، والله على ما أقول شهيد.